بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هنعمل ستاند المصحف. ده عباره عن طبقتين، طبقه كده الطبقه دي والطبقه دي، ونركبهم كده يبقى شكله كده. احنا هنشتغل عليه بخيط مكرميه قطن وابره رقم 4 ملم اهي، وهنستعمل مقص عشان نقص الخيط. قبل ما ابدا الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه احنا هنبتدي شغل من اول هنا، تمام؟ نبتدي شغل هنعمل غرز منزلقه، يعني نعمل غرز منزلقه من اول هنا دوران كده لغايه هنا الاخر اهو. هنسيب مسافه من الخيط، تمام؟ بسم الله. سحبنا الخيط، عندنا حلقه كده على الابره، هندخل في الغرزه اللي وراها ونسحب خيط كده ونطلع من الحلقه اللي على الابره، نطلع من الحلقه اللي على الابره دي كده غرزه منزلقه. الغرزه اللي وراها ندخل في قلب الفتحه، نسحب خيط، نطلع من الحلقه اللي على الابره، نسحب خيط، نطلع من الحلقه اللي على الابره. كده خلصت غرز المنزلقه. عملت غرز منزلقه هنا كده من اول فتحه دوران لغايه الاخر، تمام؟ لغايه الاخر كده. بنزل بقى الغرز كده تحت عشان هنعمل السطر التاني. لا قولي ده بالظبط عشان ابقى عارف. كده خلصنا غرز المنزلقه. هنبتدي نشتغل غرزه حشو، 2 غرزه حشو في كل عين. بسيب مسافه كده من الخيط يدخل في اول غرزه ونسحب خيط، نعمل غرزه تثبيت اهي، نعتبرها اول غرزه حشو، وندخل برده في نفس المكان نعمل غرزه حشو، كمان غرزه حشو كده. الغرزه اللي وراها 2 غرزه حشو كده اهي. اول غرزه، هنعمل 2 غرزه حشو في كل عين لغايه لما نوصل للركنه، وهنرجع نشوف احنا هنعمل الركنه ازاي. وصلنا هنا للركنه وعملنا كل فتحه 2 غرزه حشو. هنعمل في الركنه هنا 4 غرزه حشو عشان تديني الكيرف ده. نعمل 4 غرزه حشو، ندخل كده بالابره نسحب خيط، وعندنا حلقتين على الابره نسحب خيط نطلع من الحلقتين. كمان غرزه 2 كده، وهنعمل كمان 2 يعني 4. عملنا 2 في الجهه دي، هنعمل 2 كده في نفس المكان عشان تديني الكيرف كده. عملت 4 غرزه حشو، ندخل في الغرزه اللي وراها نعمل 2 غرزه حشو كل عين لغايه لما نخلص. دي 1 نفس المكان، كمان غرزه حشو 2 اهو. يبقى برضه هنستمر بهذا النمط لغايه لما نوصل للكيرف. هنعمل 4 غرزه حشو، نعمل 2 غرزه حشو في كل عين، وبرضه هنا الكيرف ده او المكان بتاع الركنه هنعمل 4 غرزه حشو وده برضه لغايه لما نوصل للنهايه. كده خلصنا سطرين، السطر بتاع المنزلقه والسطر بتاع غرز الحشو، وعملنا في الاركان 4 غرزه حشو، وعملت القطعه الثانيه بنفس الطريقه اهي. خلصت السطرين كده. هنعمل السطر الثالث. السطر الثالث هندخل هنا تحت الحلقتين وهنسحب خيط. عملت غرز منزلقه اهي، مديها حرف جميل قوي. يعني اول سطر عملته منزلقه، ثاني سطر غرز حشو، ثالث سطر غرز منزلقه اللي عامله الحرف ده. وعملت الجزء الثاني برضه بنفس الطريقه. يبقى كده حامل المصحف خلص. بيتركب كده، الجزئين بيتركبوا مع بعض كده كده اهو، نثبت كده. كده الفيديو بتاعنا خلص. ارجو لو عجبكم الفيديو تقولوا رايكم في الكومنتات، وارجو تدعموني تشتركوا في القناه، تعملوا لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.